الساعة 5 الفجر، مدحت شاب رياضي يحاول يعدل من صحته فيطلع يركض، فيشوف الشمس طالعة حبيب قلبي وصاعدة على الجسر تريد تنتحر. المهم يقول خل اروح الشمس، يروح يمه فيقولها لا كله ولا الانتحار خرب هبل، فتقول لها ايش بيك يا معوج جفلتني منو قال لك اريد انتحر؟ فيقولها يعني شوفي انت هسه اذا انتحرتي حتموتين كافرة وتدخلي للنار، فقالت لك عيني والكعبة ما اريد انتحر، منو قال لك اصلا انا اريد انتحر؟ فيقولها العد ليش انت واقفة على السياج مال الجسر؟ فتقول له انت شعرك ابن القندرة، فيقولها مقبولة منك والله العظيم يعني ولا تضوجين، ممكن رقمك حتى ابلغ اهلك انك انتحرتي؟ فتقول له والله ما اريد انتحر خرب يومك. فيقول العد اوكي انا راح انتحر وهاك هذا رقمك اكتبيه يمك ودقي علي حتى تبلغين اهلي، مضرة طفول برو ماكس. المهم يشوف ماكو فايده، فيقولها زين انت مرتبطه لو سنجل؟ تعرف انه هذا جاي يزحفلها وما راح يفك عنها يا خيل ويظهر هبل، فتعوفه وتروح. المهم حبيب قلبي يروح بينا المشهد للمدرسه، وطبعا انتم تعرفون انه المدارس عندنا جانب يعني تكون عابره مرحله الكليات عندنا، فنشوف مديحه قاعده ويا واحد كيكي من هذول اللي من تشوفهم تقول هاي اكيد مامو جايبت له هاي السياره، يعني هم من هاي النوعيه. المهم حبيب قلبي مدحت شاف مديحه قاعده ويا هذا الولد فقال الجماعه لكم خرب الوقت، يعني انا الصبح انقذها من الانتحار، الظهر القاها خاينتني ويا هذا العار خرب هبل. فالبنيه اللي قاعده وياه تقول له سوي روحك ما مهتم، انا بنيه واعرف سوالف البنات، هسه طق وتموت اذا ما درت لها بال. بس صاحبه جاسم كآبه قال له باوع مدحت انت مزنجر، وهاي اللهم صل على محمد اللي باوع بوجهه ينعمي من جمالها، فلا تعيش روحك بحلم تقعد من عنده باين على روحك، عيش الواقع وانشب. وبعدها نشوف مديحه قاعده ببيتهم والكآبه حبيب قلبي يعني عابره القارات، عابره مرحله الانتحار عندها، قاعده هيك تدور شيء اقوى من الانتحار حتى تسوي. فابوها يباوع عليها ومقهور كلش ويقول ويا روحها اليوم انطيت لابو المحل 25 والحساب 7000 وقال لي انطيني 2000 حتى ارجع لك 20. هذا ابن القندره الحساب مالته صحيح لو قطني هسه شو سواني؟ فنعرف حبيب قلبي انه ابوها شافط مو يمها اصلا مضروب بوري ما ادري واحد قاطه ما ادري الحساب صحيح شباب لو غلط والله ما ادري. ونرجع على مدحت ونشوفه قاعد يفكر بمديحه ويقول هاي ليش مديحه مكتئبه؟ شنو السبب اللي يخليها تكتئب لهالدرجه وتريد تنتحر؟ يمكن هرمونات؟ لو تحب هذا الكيك وهو ما يحبها شلون يا رب شو اسوي اني؟ المهم راح بحث عليها بمواقع التواصل الاجتماعي وعرف انه اختها مدعومه قبل فتره وميته، لذلك هي صايره عندها حاله اكتئاب حاده. ونشوفه ثاني يوم قاعد بالصف ويفكر ويا روحه ويقول والله امي اليوم ايش راح تسوي لنا غدا، بس لا اروح القاها مسويه شجر خرب وانه لا صدق. المهم حبيب قلبي بهاي اللحظه مديحه دخلت للصف وكانت توقع كتبها، فقال ايه جتي وجابها الله، هي هاي العلامه اللي دز ليها رب العالمين ولازم اتدخل. فقام حبيب قلبي وقلب الرحله بنص الصف وقال كافي تضحكون على بنيه، عوفوها بحالها ما تشوفوها الله غاضب عليها وتريد تنتحر، فضحها فضيحه. والطلاب حبيب قلبي كلهم صافني عليه يقولوا ايش بهذا الخبل. فقعد حبيب قلبي وهي قعدت وباوع عليها وعده يقولها ها يعني عجبتك بالحركات اللي سويتها والمضرطه، وهي تباوع عليه وتقول ايش بهذا خرب هو الفضحني لك هذا منين الله دز